صفقنا لكم عندما أديتم، شجعناكم بكل ما أوتينا من قوة حينما كنتم في حاجة إلى ذلك، دافعنا عنكم بكل شراسة عندما كانت سهام الانتقادات تتجه نحوكم، أعطيناكم حبنا وأحببناكم بكل جوارحنا، لأننا وبكل بساطة رأينا فيكم شبابا جزائريين يستحقون الدعم والتشجيع. كنتم تلعبون من أجل أنصاركم وتقدمون كل ما لديكم فوق الميدان، لكن ما رأيناه منكم في المباريات الأخيرة لا يدل على احترامكم لمشاعرنا كشعب، ولا حسكم بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم. خيبتم أملنا برعونتكم وعدم اكتراثكم للقميص الذي ترتدونه. نعم، هذا هو حال كرة القدم، فيها الرابح وفيها الخاسر، لكننا لن نتقبل الخسارة بالطريقة التي خسرتم بها، فكرة القدم تلعب فوق الميدان من طرف الرجال. كمشجع جزائري ولن أتنكر لما قدمتموه، لكن ذلك لا يكفي أن يشفع لكم للأبد، وعلى الأقل كان بإمكانكم تقديم كل ما لديكم والقتال وإظهار ذلك والخسارة بشرفه، ولربما شفع لكم ذلك لأننا نستطيع التمييز من يقاتل ويعطي كل ما لديه، لكنكم اخترتم غير ذلك. أين تلك الحرارة التي عاهدتمون بها؟ مشاهدتكم هي شيء عظيم بحد ذاته، وكل يوم نشاهدكم فيه هو فخر، وقد آن الأوان لننسى الماضي الجيد والسيء ونحقق المعجزة. كنتم قد فرحتمونا في وقت مضى، لكن هناك شيء قد حصل عندما صعدتم للقمة، لقد تغيرت. لن تعودوا كما عاهدناكم، لا أحد بإمكانه أن يضرب بقوة كالحياة، لكن العبرة ليست بقوة الضرب، بل قدرتكم على تحمل شدة الصفاء وإصراركم على المضي قدما وعن ما اتخذتوه من ظروف لفعل ذلك. هكذا تكون الانتصارات. صار فيهم هذا الراية، هذه راية الرجال وجابوها رجال يقعدوا رجال. اليوم الشعب تاع راه يبكي، الشعب تاع راه يبكي، وراهم هذو اللاعبين، وراهم. اليوم راني نبكي، والله غير راني نبكي. على بالكم رد سيكراف على بالك، ما تبانش انهم كل كامور ماتوا عليها رجال ويقعدوا رجال، وتحيا الشهداء وربي يرحمهم. علمتنا كرة القدم أن لا نقول مستحيل مهما كان السبب، فالمنتخب الذي عاد أمام كوت ديفوار في الدقائق الأخيرة، وأمام روسيا في الشوط الثاني، والمنتخب الذي عاد على مصر في درمان بعد خيبة أمل كبيرة في القاهرة، قلب الخسارة إلى فوز وانتصار. يتطلب الأمر لحظة واحدة فقط تقرر فيها أنكم ستكونون ناجحين من الآن فصاعدا. لحظة واحدة هو كل ما يتطلبه الأمر. يتطلب الأمر لحظة واحدة فقط كي تتخذوا القرار. يحدث الفوز عندما تكون أسبابكم للفوز أكثر من أسباب منافسيكم. يحدث الفوز عندما تكون رغبتكم في الفوز شديدة، عندما تقولون لأنفسكم لن نقبل مزيدا من الهزائم، لن نقبل مزيدا من التعثرات، سنقوم بإفراح 40 مليون جزائري. ثقتنا فيكم كبيرة، فرجاء لا تخيبونا.